بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. يا ريت بقى نحط لايك ونعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس. النهارده بقى معانا فيديو جميل جدا وفيديو مميز. الرز المعمر على اصوله كل اسراره. بصي هتبقي استاذه فيه بعد الفيديو ده. جربيه وان شاء الله هيعجبك، واكتبي لي رايك في التعليقات. معانا بقى معانا اهي طواجن فخار، او اللي هي بيقولوا عليها برايم برضو. لو انت ما عندكيش ممكن تستخدمي طواجن ألمونيا، صينيه ألمونيا موجوده عندك. بصوا هنعاير، بصوا بنسيبه عقلتين كده كبار اهو، حوالي نص صباع اهو، عشان خاطر لما بتغسليه بيزيد، وبعد ما بتغسليه برضو بتحطيه في الفرن بيطيب، بيزيد شاطر يطيب معاكي، يبقى ايه طيب وحلو كده، ما يبقاش العيار زياده وهيحيرك بعد كده. اهو نص صباع بالظبط. الطاجن ده واخد حوالي كيلو الا ربع رز كده بالظبط يعني، وفي اصغر يعني ايه حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنحط بقى، غسلنا الرز هنحطه اهو في البرايم، وهوريكم بقى بعد ما غسلناه. بصوا شايفين زاد اهو، بس برضو لسه في مسافة بينه وبين اخر البرام، عشان خاطر لسه لما طبعا يطيب هيزيد. بصوا حاطين لبن على النار في الوقت ده، نكون وانتي بتغسلي يكون اللبن على النار بيغلي. حطيه على النار عشان يغلي، لان انا هستخدم فرن البوتاجاز، لان فرن البوتاجاز بيحتاج انك تغلي اللبن. لو فرن الغاز مش هتغلي اللبن. بصوا شايفين بقى اهو، يعني كده عقلة واحدة او نص، يعني اقل من نص صباع كده يبقى فرق معاكي. هنحط بقى النص تلات ارباع لبن والربع مية، ما تعملوش كله لبن، كده هيبقى احلى بكتير ما بتحطي كله لبن. وطبعا انا غالية اللبن لان هستخدم الفرن البوتاجاز، ببقى مسخنه طبعا قبل ما ابدا، وببقى غالية المية عشان خاطر يشيل معايا بسرعة ويغلي. غير الفرن الغاز، الفرن الغاز مش بغلي فيه، بحط اللبن او غليه ومبرده وببقى احطه فيه عادي، لان الفرن الغاز بيبقى حامي. وهنا بقى هحط الملح بقى، بس تحطيه على الوش من غير ما تقلبي اهو. وهيبقى بصوا كل الرز كله يبقى طعمه واحد، مش هيبقى الملح في مكان او مكان، لا، لكن انا مش بقلبه، هو كده بيبقى مظبوط معايا. وجربيه وهيعجبك ان شاء الله. هنحطه بقى في الفرن. وهنا بقى شايفين كان بدأ ياخد وش، بولع الشواية الاول ياخد وش، بقى موطية من تحت، او قصدي مطفية من تحت ياخد وش، وبعد كده بقى اطفي الشواية واولع بقى يغلي معايا، ولحد ما يبقى كده اهو بيشرب اللبن بتاعه. هطلعه من فرن، مش بياخد حاجة خالص لان بتبقى غالية اللبن. بنزل بقى بالمعلقه فيه، لو حسيتي ان هو يعني المعلقه حلوه، يعني ايه بقى طري معاكي كده في المعلقه، خلاص مش هيحتاج ميه. لو حسيتي ان في تكه معاكي وانتي بتحطي كده المعلقه، هتحطي معلقتين ميه بس كده. بصوا بقى انا حاطه زيت هنا على سمنه عشان خاطر يبقى مفرفر معاكي، حاطه سمنه فلاحي وحط عليهم معلقتين زيت كده، عشان يبقى الرز ايه يبقى مفرفر معاكي كده وحلو. حوالي كل معلقه كده، يعني معلقتين سمنه كده على 3 معالق زيت، وقسمتهم على البرامين اهم زي ما انتم شايفين. هو محتاجش معايا ميه لان عياره مظبوط، لكن لو انا حسيت ان هو المعلقه وانا بحطه كده فيها تكه، كنت هزود له معلقتين ميه. وهو قعد حوالي ربع ساعه بقى، كنت موطيه عليه، زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه، واخد وش اهو. هوريهولكوا برضو، شايفين عامل ازاي مفرفر وطيابه مظبوط اهو قدامكم. جربيه وان شاء الله هتعتمدي الطريقه دي ومش هتغيريها. جربوه وقولي رايكم في التعليقات. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. بحبكم في الله. هتوحشوني، مع السلامة.